خلي بالكم من شنطكم، خلي بالكم من مفاتيحكم. دي كانت الجملة العنصرية اللي قالتها مالكة محل للزهور في ولاية كنتاكي الأمريكية. القصة بتعود لسيدة سمراء محجبة اشتغلت في محل خاص ببيع الورود، كانت تشتغل على العربية بتاعتهم وتوزع فيها، فبدأوا يتعاملوا معاها بشكل عنصري بشكل سيء جدا، لدرجة انهم كانوا مانعينها ان هي تسجل خروج على البرنامج بتاع الحضور والانصراف عشان يمنعوها حتى ان هي تاخد مرتبها وهي ماشية. قالت لهم طب انا هاخد الحاجه بتاعتي اللي موجوده في العربيه بتاعت الشركه اللي انا كنت بشتغل عليها. فصاحبه المحل قالت للموجودين خلي بالكم من شنطكم، خلي بالكم من مفاتيحكم، معنى ان هي ممكن تسرق الحاجات دي. وطلعت تاخد الحاجات من العربيه، وكان موضوع سيء جدا، وطلبت لها الشرطه وقالت للشرطه ان هي مقتحمه المكان وان هي مش المفروض تبقى موجوده في المكان، ولا مش سامحه لها تكون في المكان، هي واختها اللي جت عشان توصلها البيت. دي قصة فتاة اسمها اقرأ عملت الفيديو دوت هما بيتكلموا معاها بشكل عنصري وحطته على الانترنت وقلب الدنيا. الكثير والكثير من الامريكان اللي قلوبهم طيبة، الناس الجميلة، الشعب اللطيف اللي فيه الكثير من المكارم والحاجات الجميلة جدا، قلبوا الدنيا عشانها. المحل دوت دلوقتي في مشكلة كبيرة، تقييماته على كل البرامج، الناس داخلة تهاجمه على كل التطبيقات، ناس بتروح تنتقدهم جوه المحل، ناس بتتصل بيهم تنتقدهم، وقصة كبيرة جدا. المحل اسمه ليان، وزي ما قلنا في ولاية كنتاكي، والناس عايزين يقولوا لهم احنا مش عايزينكم تستمروا في البيزنس، توجه سيء للبيزنس دوت في المكان دوت. العنصرية ليس لها مكان في الولايات المتحدة الأمريكية. شاركونا برأيكم في الموضوع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.